تخيل تكون خلصت خدمتك أو معاشك والمعاش طلع مش مكفي أساسيات العيش، وفجأة تكتشف إن في معاش استثنائي ممكن يفرق معاك فعلا. أيوة، وزارة التضامن لسه مكملة دعمها في 2026، والمعاش الاستثنائي بقى طوق نجاة لناس كتير في ظل الغلاء اللي كلنا حاسين بيه، وكمان لأصحاب الخدمات الجليلة أو المتضررين من حوادث وكوارث. يعني لو ليك مدة خدمة سابقة أو حد من أسرتك فانت داخل في الدايره. بس خلي بالك، التقديم ليه شروط. لازم ما يبقاش عندك مده تامينيه شغاله، ولو معاشك اقل من 1500 جنيه بيعملوا ليك بحث اجتماعي، ولو اكتر من كده لازم تقرير طب حكومي حديث يثبت حالتك الصحيه. اما الورق المطلوب فهو بسيط: بطاقه رقم قومي ساريه، تقرير طب حكومي، شهادات ميلاد للأطفال، وإثبات قيد دراسي لو في أولاد في التعليم. وفي الآخر القانون منظم حكاية الجمع بين المعاشات والدخل، وفي حالات كتير تقدر تجمع من غير ما تخسر حقك. يعني لو حاسس إن معاشك مش مكفي اسأل وقدم، يمكن المعاش الاستثنائي يكون هو اللي يفرق في حياتك.